حلو بقى، ده احنا في رمضان. دلعي نفسك كده بصينيه جميله زي ما انت شايفه كده. نفسك في الجلاش هتلاقيه في الصينيه دي، عايزه كنافه برضو في الصينيه دي، نفسك في المكسرات والله برضو في الصينيه دي. طب يلا بينا نضرب كل ده في واحد، يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الصينيه الجميله دي ازاي. بصوا بقى يا بنات، قبل اي حاجه كده احنا بنبدا بالشربات عشان عايزينه بارد. حطينا هنا كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، هرفعهم على النار كده وحطيت لهم كده نص عصره ليمونه. طبعا انا هنا بشكر كل حبايب قلبي اللي بيكتبوا لي كومنتات، ربنا يخليهم ليا يا رب، وبجد بجد بتسعدوني وبتبهروني بوجودكم معايا، وكل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى، بعد كده عندي هنا ربع كيلو من الكنافه، والله ربع كيلو بس. هبدا هنا زي ما انتم شايفين، كنت مطلعاه من الفريزر، كسرته كويس قوي ناعم زي ما انتم شايفين كده، لازم يكون مجمد من الفريزر. طيب نزلت عليه كده بحوالي 3 4 معالق من السمنه، عليهم كده حوالي بس معلقتين زيت علشان خاطر يخلي معانا الكنافه مقرمشه معانا كده في وسط الحشوه. تمام كده تمام. هبدا هنا خلاص حضرت بقى الحشوه بتاعتنا، الكنافه المحمصه زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى عليها هنا معلقتين كبار من السكر البودره، هحط عليها كمان سوداني مجروش بالشكل ده، انا طحنته ناعم كده. عايزه تحطي بقى اي مكسرات هتحطي، عايزه اقول لكم ريحه الخلطه دي والله كانت فعلا تحفه. طيب عندي هنا بقى لفه جلاش اللي هي نص كيلو، بجيبها كده من عند الفطاطري زي ما انتم شايفين كده. هبدا هنا بقى ايه، هي كانت عندي بقى لها كام يوم بصراحه، فيا عيني اتدهولت شويه، ولكن مفيش حاجه تقف قصادنا يا جماعه. عندي هنا بقى الصينيه دهناها كويس قوي دهنه كده بالسمنه، وهبدا بقى هنا ارص كده ورقتين ورقتين بالشكل ده. بعد كل ورقتين بحطهم ببدا اني انا بقى احط السمنه بتاعتنا بالشكل ده كده، عشان يبقى الجلاش بتاعنا كده مورق معانا ومقرمش وزي الفل. تمام كده. هبدا بقى احط نص الكميه تقريبا من نص يعني لفه الجلاش، وهبدا هنا زي ما انتم شايفين هنزل بقى دلوقتي بالمكسرات. صلوا على النبي حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين. حطوا لايك واعملوا شير، جزاكم الله كل خير. يلا بينا كده زي ما انتم شايفين بحط بقى هنا الحشوه بتاعتنا بعد ما حطيت نص الجلاش. عايزه اقول لكم والله الحشوه دي تحفه تحفه، احشوا بها يا جماعه اي حشوات، الكنافه مع السوداني او اي مكسرات وسكر البودره، لو عندك كمان جوز هند حطي، بيخلي فعلا طعم الحشوه تحفه. بصوا بقى، هبدا هنا خلاص حطيت الحشوه بتاعتنا وزعتها كويس قوي في نص الصينيه، وعندي هنا بقى بقيت لفه الجلاش هبدا اني انا اسويها كده بالشكل ده، وهبدا احط برضو ورقتين ورقتين، وما بين كل ورقتين هبدا اني انا ارش رشه كده بالسمنه. ويا حبذا بقى لو كانت سمنه بلدي، يا سلام، هتاكلي احسن صينيه من ايديك الحلوه دي، احسن صينيه حلويات في شهر رمضان بجد والله، ولا احسن المحلات. طيب هنا بعد خلاص ما شكلنا الصينيه بتاعتنا، هبدا هنا بقى اقطعها بالشكل ده. طبعا اخر طبقه حطيتها انا ما حطيتش لسه بقيه السمنه، تمام، علشان نعرف نقطع كده الصينيه ما تتبهدلش معانا. بعد ما قطعناها بالشكل دوت على شكل البقلاوه كده، قطع كده زي ما انتم شايفين، هبدا هنا بقى احط بقيه السمنه بتاعتنا ونشربها بقى سمنه حلوه قوي. وخديها بقى يا ست الكل في الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، واول ما تتحمر معاكي بالشكل ده وهي سخنه والشربات بارد، ابداي انزلي عليها بالشربات زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك بقى بجد طعمها وريحتها كانت قلب الدنيا، ولا الحشوه اللي فيها ولا احسن الحشوات بجد والله العظيم. مش شرط يا بنات يكون لازم مكسرات غاليه وحاجات زي كده، لا، ممكن باقل الامكانيات فرحي اولادك بلفه جلاش وربع كيلو كنافه، وزي ما انت شايفه كده ما شاء الله الحشوه من جوه التحفه، وضربتي 2 في 1 كانك عامله صينيه جلاش وصينيه كنافه، بجد بجد خطيره. جربيها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبك جدا جدا، فعلا ما بتاخدش وقت خالص ولا مجهود، وزي ما انت شايفه كده سهله وجميله وحشوتها حلوه وبسيطه جدا جدا، هتعجب ولادك ان شاء الله. عندي هنا بقى شويه كده فول سوداني كنت سايباهم كده على جنب، ابدا بقى ازين كده بشويه سوداني زي ما انت شايفه كده، واي مكسرات انت حباها. وهي دي كانت صينيتنا النهارده، يا رب تعجبك. ما تنسيش لايك وشير للفيديو يا قمر.